بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدم مقابر المسلمين، هدم مقابر أئمة الإسلام، وفي الوقت نفسه افتتاح مقابر ليشع والنشا في البساتين، مع ضم 60 مقبرة يهودية للأثار في الإسكندرية. ده العنوان. السيسي يواصل هدم مقابر المسلمين، لا يراعي إلا ولا ذمة ولا حرمة عنده، لا للمشاعر الإنسانية ولا للقيمة الأثرية ولا لأجساد الموتى ولا لمكانتهم، مع أن بعض هؤلاء الموتى من كبار أئمة المسلمين. بعض هؤلاء الموتى الذين يهدم السيسي مقابرهم هم من كبار أئمة المسلمين، ومنهم الإمام ورش صاحب القراءة المعروفة، قراءة ورش عن نافع، وهي ثانية قراءات القرآن انتشارا بعد قراءة حفص عن عاصم، وهي أيضا القراءة الأولى انتشارا في شمال أفريقيا، ومنه امتدت إلى غرب أفريقيا وإلى الأندلس في أوروبا أيضا. الإمام ورش هو أبو سعيد عثمان ابن سعيد ابن عبد الله ابن عمرو ابن سليمان، كان من قفط في قنا، يعني مصري، وذهب إلى المدينة المنورة سنة 155 للهجرة، حيث تلقى القراءة عن نافع، وختم على نافع القرآن عدة ختمات، 4 ختمات. هذه الختمات التي ختمها ورش على نافع قرأ عليه فيها بوجوه من القراءة كان قد أخذها عن شيوخه في مصر، يعني الإمام ورش أخذ عن شيوخ في مصر وجوه للقراءات، ثم ارتحل إلى نافع في المدينة فقرأ عليه القرآن من القراءات اللي قرأ ورش على نافع القرآن بها. ختم أمامه القرآن 4 ختمات بوجوه من وجوه القراءة التي أخذها عن شيوخه في مصر، فأقره نافع عليها. يبقى قراءة ورش مش بس هي قراءة ورش إحدى القراءات المنقولة عن نافع الذي أخذ قراءة القرآن عن 70 شيخا، مش دي قيمتها الوحيدة، لا، ده قراءة ورش بتتضمن القراءات التي اندثرت أو التي تباعد بنا الزمان بينها وبين قرائها لشيوخ ورش الذين كانوا في مصر. هذه القراءات التي لا أثر لها الآن ولا نجدها الآن إلا ضمن قراءة ورش، فلولا قراءة ورش لكانت هذه القراءات قد ماتت، لكنها حية، لأن فلولا قراءة ورش لكانت هذه القراءات قد ماتت، ولكنها حية لأنها موجودة داخل قراءات ورش. إذن نافع كان من قفط في قنا، وذهب إلى المدينة سنة 155 للهجرة، تلقى عن نافع وقرأ عليه القرآن بقراءات شيوخه المصريين فأقره نافع عليها. إذن هذا شاهد على أن هذه القراءات قراءات صحيحة ويؤخذ بها. ثم مات، عاد الإمام ورش رحمة الله عليه إلى مصر، ومات سنة 197 للهجرة، يعني مات من حوالي 13 قرن، مات ودفن. يبقى مقبرة ورش التي يهدمها السيسي الآن أثر طبقا للقانون المصري لا يجوز التعدي عليه ولا يجوز تغييره ولا يجوز هدمه، لكن كل ده ملوش قيمة عند السيسي لأنه لا ينتمي إلى شيء من هذا. ورش مصري، والسيسي ملوش أي دعوة بمصر. ورش إمام من أئمة المسلمين، والسيسي لا له دعوة لا بالمسلمين ولا بأئمتهم. مقبرة ورش أثر وتراث إنساني، طب السيسي ماله ومال الإنسانية وماله ومال القيمة الأثرية أو أي قيمة يعتد بها البشر ويعتد بها بني الإنسان؟ مقابر المسلمين بيهدها السيسي دلوقتي ولا يعبأ بما فيها من كنوز التراث والآثار، ومنها شاهد قبر عمره 11 قرن نجح بعض الشباب الذين يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه في إن هم يحافظوا عليه ويمنعوه من إنه يتكسر أثناء
عملية الهدم. وحقيقة يعني بارك الله في هؤلاء الشباب، لأنهم يواصلون العمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه. السيسي بيهدم بذريعة معلنة وغير حقيقية، هي توسعة الطريق وإنشاء الكباري. طيب يعني هي الطرق ما نقتش غير المقابر بتاعة المسلمين والكباري دي؟ كان يعني الطريق بتاع أمه ده ما ينفعش يعدي من غير إن هو يمر فوق عظم المسلمين وعظم أئمتهم، يا إما مش هيلاقي حتة يعدي منها؟ السبب الحقيقي هو إن السيسي بيقطع مصر عن أصولها. ما تصدقش حكاية إن دي طرق ودي كباري. الطرق والكباري ممكن نتغير مساراتها بمنتهى البساطة، دي حاجة أي عيل طالب في سنة أولى في كلية هندسة يقدر يقول لك عليها. لكن السبب الحقيقي هو إن السيسي بيقطع مصر عن أصولها، بيقلعها من جذورها. مش مكتفي إنه يقص الفروع ويبوظ الثمار بس، لكن إن شاء الله محاولته في كل الأحوال هتفشل، لأن مصر أصل من أصول الإسلام زي ما الإسلام أصل من أصول مصر. ولأن التاريخ أثبت فشل كل المحاولات المشابهة لمحاولة الجعر الخيبة. فشلت هذه المحاولات بفضل الله وبإيدين الشعب المصري، الشعب المصري العظيم اللي العبيد مصممين إن هم يخذلوه وإن هم يحبطوه. العبيد مصممين على الإساءة إليه، وأنا عارفهم وكاشفهم والله. بيدخلوا على صفحاتي ويحاولوا يحطوا إساءة وأعمل لهم بلوك وأحذف ويرجعوا تاني، فبعرف على طول إن دول مزقوقين. ما هو يعني الإصرار ده كله مش هيجي لمجرد إن ده رأي عندك. حاجة من اتنين، يا إما أنت مزقوق يا إما أنت مخدوع لدرجة البلاهة، وفي الحالة دي بتبقى أسوأ من المزقوق. العبيد كلهم مصممين على الإساءة للشعب المصري، من أول اللي بيوصفوه بالخرفان لغاية اللي بيوصفوه بالمعيز. وقلت لكم قبل كده إنه محدش يجي عندي ويذم قومي، لا المسلمين ولا العرب ولا المصريين ولا بني الإنسان عموما، لأنني أنتمي إلى البشر الذين خلقهم الله من لدن آدم إلى اليوم، ومن حدود كرة الأرض شرقا إلى أقصى حدودها غربا، ومن حدودها شمالا إلى أقصى حدودها جنوبا. والشاعر جرير ابن عبد الله قال: والله ما مدح من هجي قومه. لما جه واحد بيقول لولا جرير هلكت بجيلة، نعم الفتى وبئست القبيلة، فشتموا وقال له والله ما مدح من هجي قومه. فأي حد في الدنيا إن شاء الله يا رب تقول لي إن أنا أحسن واحد في الدنيا، طز في حضرتك، مش مهم. إذا هتذم قومي كل سنة وأنت طيب، ماشي أصحابه وما أعرفكش ومش عايز أشوفك. يبقى إذن هذا الشعب العظيم يصر البعض على إنه يحط من قدره وعلى أن يحبطه، من أول اللي بيوصفوه بالخرفان لغاية اللي بيوصفوه بالمعيز، بيكسروا مقاديفه زي ما بنقول بالبلدي. بس الشعب إن شاء الله هو اللي هيكسر كل ده وأصحابه. كل القضاة زايلين والمتهم خالد، وصحراء مصر ياما توهت، ونيلها ياما بلع طغاه وجيوش ما فضلهمش أثر. بس عايزك وانت في الجامع بتصلي على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام تعدل نيتك عشان ربنا يتقبل إن شاء الله. عدل نيتك، خلي نيتك إنك تصلي على سيدك وسيد ولد آدم ولا فخر، محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك بتحبه ولأنه أهداك أعظم الهدايا، أهداك الإسلام في الدنيا، وإن شاء الله هياخد بإيدك يدخلك الجنة في الآخرة. مفيش حاجة أحسن من كده، لا دنيا ولا آخرة. خلي صلاتك عليه صلى الله عليه وسلم عشانه هو، مش طاعة لتعليمات اللي معتبرين السيسي هو القائد الرصين وواقفين معاه، واقفين مع الرصين، فسيبك منهم. صلي على حبيبك النبي وادعي، قول اللهم آتهم كفلين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. صلي على سيدك النبي وافتكر ان في اللحظة اللي انت بتصلي فيها على النبي عليه الصلاة والسلام السيسي بيهد مقابر المسلمين ومقابر أئمتهم، وفي الوقت نفسه
بيتم افتتاح مقابر ليشع والنشة في البساتين، مع ضم 60 مقبرة يهودية للآثار في الإسكندرية. هؤلاء يهدمون وهؤلاء يكرمون. فصل على النبي اللي انت بتحبه واللي السيسي بيعاديه. صل على النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي السيسي بيحاول وبيعمل المستحيل عشان يقلع رسالته من جذورها. صل على إمامك في الدنيا وعلى شفيعك يوم الدين صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائبين متلازمين في الأولين والآخرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.